يمكن الانسه ندى مش موجوده جوه، لو تحب تستنيها عندي في العياده على ما تيجي مثلا يعني. تصدق وتامن بايه؟ قول لا اله الا الله واشبك كده في ايدك. انا لولا اني بثق في اخلاق استاذ اشرف عبد الباقي وفي شخصيته، انا كنت فهمت من كلامه انه بيقول لها ماما في البيت تعبانه وعاوزه تشوفك، وبعد ما تروح يقول لها عليك واحد. بكل الحب هنتكلم في الحب، وبكل الحب هنناقش قضايا الحب، وبكل الحب هنعرف سوا انا وانت. هو احنا هنتحب امتى يا منيل؟ زي بالظبط مهيب النشواتي. ارمي بقى كده استاذ اسامه منير على جنب. النهارده يا جماعه حلقه مختلفه، حلقه فيها ضحك ولعب وحب بس من غير جد، عشان البهوات اللي كل شويه يكتبوا لي كومنتات مخيفه في كل حلقه. النهارده هيحلى ويطول الكلام عن اسوأ اجمل شخصيه في السينما المصريه. طب شخصيه جميله ليه؟ عشان بجد رغم كل مساوئه اللي احنا هنتكلم فيها دي اللي انت ما تقدرش تكرهه، وهنعرف سوا احنا ليه بنحب الشخص ده. طب سيئه ليه؟ عشان بجد كلها مساوئ، وشخصيه توكسيك، يعني يا ريت حتى توكسيك مع الغير والتوكسيسيتي بتاعته باينه وواضحه كده، لا ده هو توكسيك مع نفسه شخصيا. ومش عاوز اقولها بصراحه، يعني شخصيه مراهقه، يعني مفيش في الدنيا طبيب نفسي هيبقى مراهق كده وبيدلدق مشاعر في الرايحه والجايه، او مفيش حتى دكتور او حتى انسان هيبقى اسمه مهيب النشواتي. ده مش اسم تقابل بيه ربنا يا معلم، مهيب النشواتي. انا عارف ان هتجلد من كل البنات اللي شافوا الفيلم في سينما زاويه اخر فتره عشان بيحبوا الشخصيه وبيحبوا الفيلم. معرفش ازاي ادفع 100 جنيه عشان اشوف استاذ احمد براده وهو بيقول نسيني وانا جنبك، خدني في حضنك الاستاذه غاده يعني. بس تعالى نقفش وننقنق سوا كده في شخصيه مهيب ونعرف هي ليه شخصيه سيئه قوي كده، وده بإلهام من صديق النبيل عمر نبيل اللي دفعني اعمل الحلقه دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده، واستفتاحه كده اصلا في مشاكل مجتمعنا المصري في اطباء النفس، ان للاسف وبلا فخر اغلبهم عالم جادجمنتال ومانيبوليتيف وابيوزف. فشخصيه مهيب النشواتي كان ليها نصيب الاسد ما شاء الله، وخد الفول مارك في الثلاث شتايم اللي اتمرنت عليهم دول وانا بكتب الحلقه دي. انه بيابيوز او بيمس يوز استخدام مهنته اصلا. انت شغلانتك تشوف الحاله وتشخصها وتحللها وتديها العلاج عشان في مسكين دافع لك 500 جنيه في السيشن بتاعه. ما ينفعش بقى تدخل حياتك الشخصيه في حياتهم وتحاول تكسب قلبهم من نقط ضعفهم، او تسمح لقلبك اصلا انه يدق عشان تحبهم، لان بكل بساطه الشخص ده متعري قصادك انت بمشاكله، فما ينفعش تنتهز فرصه تعريه قصادك بانك تحاول تلعب على او بمشاعره. طيب ده كان المانيبوليشن واحنا عارفينه. الباشا برضه كان جادجمنتال وبيطلق احكامه عليهم من وقته اللطيف اللي كان بيقضيه معاهم، فبيطلع احكامه في جلساتهم معاه. ماشي، ده حس ذكاء منك انك تفهم شخصيتهم ومنها تشخصهم وتعرف مشاكلهم، بس ده مش معناه انك تقول على حاله من حالاتك انها دبش. او بصراحه كده يعني استاذه غدا يستاهل انه يتقال لها انت دبش، عشان هي دبش بشكل اوفر جدا وتستاهل يتقال لها كل الكلام ده عادي. وكل المشاكل دي بتندرج تحت بند الابيازه، انت بتسيء للامانه اللي انت المفروض بتشتغل فيها. وفي اوروبا والدول المتقدمه عموما لما بيتقفش اصلا ان في طبيب نفسي ارتباط عاطفي بحاله من حالاته، فما فيهاش هزار، بيتفصل فورا، لانك كده تعتبر اسأت للمهنه واستغليت ضعف ما عند الشخص اللي بيجي يتعالج عندك، فانت بكده فقدت امانتك كطبيب نفسي قصاد المجتمع. دكتور مهيب النشواتي بقى ما شاء الله عليه عمل كده 3 مرات مع ال3 بنات بتوع عيله مصطفى ابو حجر، ومش بس ال3 دول، لا ده حتى الرجاله اللي جوله كان بيابيوز فيهم اصلا. ويا ريته عمل كده بشياكه، لا ده غشيم. طب ليه؟ لان دكتور مهيب اصلا اللي هو طبيب نفساني عنده مشكله نفسيه اصلا المفروض يحلها ويتعالج قبل ما يقعد قصاد الشيزلونج ويعالج، وهو انه مفتقد الحبيبه. وهي مش مشكله عموما، عادي، انا كمان كده مفتقد الحبيبه مع اني بقابل ناس جديده. فانت يا باشا مشكلتك دي تحلها على جنب كده، او تشوف لك ثيرابيست وما تدخلهاش في العيانين اللي بيجولك اصلا عشان يتعالجوا من مشاكل الحب بتاعتهم. وبص انا هكلمك عن سوء استخدامه للمهنه ده بعدين، بس في حاجه فعلا تغيظ في مهيب النشواتي، وهو انه اصلا يا معلم شخص حشري جدا. يعني من اول كام مشهد بعد العزاء بنشوف مهيب وهو في العياده وهو بيعمل ايه؟ سمع ندى بتتكلم فنزل الستاره وتصنت عليها وبيقول في صوت داخلي انه مفتقد الحبيبه، وشكله كده عنده مرض الحب من اول نظره، واللي هو اساسا يعني حاجه مراهقه يا معلم، ممكن نبلعها من اي حد صغير بس مش من طبيب نفسي. وبعد كده لما اخت ندى بتروح لها البيت وبترن الجرس، برضه دكتور مهيب ما بيسكتش وبيقرر يجتهد ويحشر نفسه. يمكن الانسه ندى مش موجوده جوه، لو تحب تستنيها عندي في العياده على ما تيجي مثلا يعني. تصدق وتامن بايه؟ قول لا اله الا الله واشبك كده في ايدك. انا لولا اني بثق في اخلاق استاذ اشرف عبد الباقي وفي شخصيته، انا كنت فهمت من كلامه انه بيقول لها ماما في البيت تعبانه وعاوزه تشوفك، وبعد ما تروح يقول لها عليك واحد. وهنا بقى الفكره ان لو الشخصيه دي قدها حد تاني غير اشرف عبد الباقي، مثلا الاستاذ التستوستيروني احمد العوضي، وكان قال لها خش ارتاحي في العياده لحد ما اختك تيجي، كان هيبقى فيها كلام تاني وهنحس انه متحرش، وما كانش الفيلم هيطلع بالشكل ده، وكان هيبقى شخص سيء بالثلث. بس عشان اشرف عبد الباقي هو اشرف عبد الباقي، فما ظهرش كل الوحاشه دي في الشخصيه، واتضح لك انها لطيفه وما تتفهمش غلط. تالت مره يا سيدي برضه بيتصنت وهو في العياده، بس المره دي الله اكبر على 2 ومش واحده بس. الفكره ان لما غاده قلعت عمل فيها اللي هو لا عيب، رفع الستاره عشان ممكن تقلع اكتر، وبعدين نزلها تاني عادي جدا وراح يشوفها من شباك تاني. طب ما ايه؟
طب ما ايه عيب يا معلم، والله دي مش اخلاق. الكارثه بقى، الكارثه لما سمع صوت زعيق وهو بيستحمى خرج بالفوطه، واللي هو يا رجل عيب عليك، حتى لو في مصيبه انت دكتور وليك برستيجك، حد يطلع كده قصاد بيت فيه 3 بنات وانت متوقع ان واحده منهم تفتح؟ التصنيطه نمبر 4 بقى لما بيسمع ندى وهي بتقول انا رايحه السوبر ماركت تجيب حاجات، فساب العياده وراح معاها، وكل ده عشان زي ما قلنا مفتقد الحبيبه، وكان شايف ان ندى لطيفه وممكن تسد فراغه العاطفي. ولما بيشوفها بتلاغي عمر بيحس انه يعني بطه مش ليك يا مرزوق، وبيتاكد اكتر لما بتحكي له على اضطراب المشاعر لما شافت عمر في السوبر ماركت، فبيتاكد انه تمام بطه مش ليك يا مرزوق فعلا. طب احنا كده قلنا لما كان بيتصنت عليهم ان هو عمل مصيبه وكارثه، تعال بقى نخش في الازمه وهو ان الطبيب المحترم اتصنت للمره 9000 على غاده وهي بترقص رقصه من بتوع مركز الرقص المعاصر اللي انا ما بفهموش ده. وسيبك بقى من التصنيطه دي، ده كمان راح ومشي وراها للنادي وعمل انها صدفه، كل ده عشان يلاقي ام الحبيبه اللي مش لاقيها. سيبك بقى من الازمه والتصنيطه اللي بعد الازمه، ففي ازمه اكبر من الازمه اللي احنا شفناها اصلا لما اعترف انه معجب بغاده وقالت له انت قليل الادب، فقال لها كده على فكره انا شفتك وانت بترقصي من الشباك، بترقصي حلو زي البنات العاديين يعني. طب ايه بجد والله، يعني ايه؟ يعني لا الكلام ده ما عداش ولا جه ناحيه الاصول اصلا. بص يعني هو الشيء الوحيد اللي منطقي حوالين العشم اللي عند شخصيه مهيب الغريب ده، وهو ان تامر حبيب وهو بيكتب الشخصيه دي يعني كتب فيها نفسه البيست فريند لزوجتك المستقبليه لو ناوي تخش الوسط الفني، يعني هي دي شخصيته اللي هو تو ماتش فريندلي، بس على هيئه طبيب نفسي وكده بقى عشان الخط الدرامي. ما احنا برضو شايفين مهيب النشواتي فريندلي ومبرطع في حياه ال3 بنات، دعم وحب ولفلفه ال 24 ساعه، وبيتعامل معاهم كلهم كانهم دي صاحبتي جدا، زي استاذ تامر حبيب بالظبط في كليب 3 دقات. فاللي هو ال3 بنات دول بالنسبه له يعني كانوا زي شيكا اللي هي شيرين رضا ومنى زكي، مش فاكر مين الثالثه بقى، تقريبا كان دينا الشربيني اظن، هو مصاحب كل البنات يعني عامه صباح الفل. المهم يعني هو خلاص اتاكد ان بطه الثانيه برضه مش ليك يا مرزوق، وراحت للفنان الاسكواشي استاذ احمد براده. بس برضه دكتور مهيب النشواتي لا يكل ولا يمل من هوايته المفضله، وهي حش مناخيره في اللي مالوش فيه والتصنت على الغير. مش المفروض تيجوا بكره ولا ايه؟ لا وخارج لنا بقى ببيجامه النوم اللي هو كان لسه نايم بقى وبتاع، وانتوا قلقتوا منامي، مع ان يا معلم هي رنه الجرس، وفيزيائيا واينشتاينيا استحاله موجات الصوت تكون قويه لدرجه ان هي تفزع حد من نومه اللي هو في شقه تانية اصلا. عارف مثلا لو كانت خبطت الباب ورزعت جامد تمام يعني كنا فهمناها، لكن يعني اديني على الحشريه اللي انت فيها. المشكله بقى بص، احنا اتكلمنا في الازمه وفي المصيبه وفي الكارثه، المشكله بقى المشكله هو ان في العلاقات الاثنين اللي فشل انه ينتهز فرصه في اي حب فيهم من بنات مصطفى ابو حجر، فاروقه بقى كانت اكتر قصه غرائبيه. يعني هي اصلا توكسيك مع استاذ كريم الشرقاوي اللي موتنا من الرعب وعمل لنا مرتين، ومش عارفه هي عايزه ايه من العلاقه بتاعتها معاه. انت بقى هتموت من افتقادك للحبيبه وعاوز تكسبها لمجرد انك عاوز تعيش علاقه حب وخلاص. يا سيدي ما انت كنت ديسنت لما شفت عمر وندى وهما بيحاولوا يرجعوا وعملت هاند بريك، وفرملت برضو لما شفت استاذه غاده مع الفنان الاسكواشي استاذ احمد براده وخلصنا. طب دي لازق فيها بامير ليه يا معلم؟ دي شخصيه معلقه واحد، هي نفسها مش عارفه اذا كان مناسب ولا هي مناسبه ولا مين فين. ما تسيبها يجي لها ترومبا ولا تعمل ترومبا الاستاذ كريم الشرقاوي المرعب وتكتفي بعلاقتك زي اخواتها كصديق وخلاص. لازم تحب لمجرد الحب يعني؟ طب ما هي دي تكسكه بعينها يا معلم. انت باني احلام واماني وطموحات على علاقه ملهاش اي مؤشرات اساسا لمجرد انك عاوز تعيش علاقه حب وخلاص. انت توكسيك مع نفسك وبجد محتاج تتعالج. عشان تفهم ان الحب ده ما هو الا عمليه مهمه جدا هدفها تسهيل الحياه الصعبه بكل مساوئها من خلال الشريكين مع بعض عشان يخلوا الحياه اسهل ويعيشوا حياه اجمل. انما انت مع جميع البنات ما سالتش نفسك بصوتك الداخلي اللي كل شويه يظهر هم عندهم ايه قدمهولي، زي ما انت نفسك ما عرفتش انت عندك ايه تقدمه لهم عشان حياتك وحياتهم تبقى احسن. انما انت اتعاملت معاهم كلهم بمنطق لا اخلاقي، سواء تصنتك عليهم اللي هو حاجه عيب ومش مقبوله، او ابيست فيهم عشان كنت بتتلاعب بمهنتك اللي المفروض ليها حدود وتخطيتها لمجرد انك عاوز واحده بس تدخل حياتك كده وخلاص من غير ما تعرف انا هديها ايه وهاخد منها ايه. انت بتقولي ايه بقى على اللي هيموت على احساس البوي فريند اللي عنده جيرل فريند، لدرجه انه لما بيبقى قاعد لوحده يبقى كانه شايف الجيرل فريند دي مع انها مش موجوده اساسا. دي كانت مراهقه متاخره يا دكتور مهيب، كان المفروض تفهمها وتتعالج منها. وزي ما بتقولوا الاستاذه الكاتبه الكبيره سنا استاذه كنزي مدبولي، انت لايف ليس، ما عندكش حياه. انك تكون حاطط امل على فشل علاقه عشان قصتك انت اللي تترجح، ده مش حب او بحث عن حب، دي تكسكه مع نفسك. انت طبيب نفسي مش طالب في اعدادي او في جامعه يعني، عشان كلنا كنا بنعمل كده في الجامعه عادي يعني. انت كده هتبقى توكسيك، وحتى لو علاقتك بيها نجحت فانت كده هتفضل شكاك
اشتباك فيها لمجرد انها كانت بتترقص على السلم ومش عارفه هي بتحب ولا ما بتحبش، ولا مش متاكده من مشاعرها، وانا كسبت قلبها في وقت هي مش جاهزه فيه نفسيا ولا عاطفيا. وده اللي حصل في نهايه الفيلم فعلا لما الفنان الاسكواشي احمد براده ادانا واحده هات ايديك في ايديا تعالى في افتتاح المطعم. فمهيب كان عازم الفنان كريم الشرقاوي عشان ما يصابش بالغيره والشك بعد كده. كريم بيتعالج عندي، انا اللي عزمته في افتتاح المحل هيلاقوا اصاب بمرض الغيره والشك، بس الخوف بقى ربنا يستر. طب ما ربنا يستر فعلا يا معلم، انت ربنا يستر على اي حد هتدخله او تدخل حياته، لانك محتاج فعلا تتعالج قبل ما تعالج اي حد. وبعيدا بقى عن التكسكه، فابياز الدكتور مهيب للشخصيات كانت مرعبه، وده اللي بيخلينا نتاكد انه مش بس كان شخص متصنت وتوكسيك، لا ده كمان كان سم. يعني بصوا النبي بيعامل الرجاله اللي بيقولوا العاده ازاي. تراقبك ازاي بس يا محسن؟ مش مراتك اتوفت الله يرحمها؟ ده انا حاضر معاك العزا. ما هي دي الخدعه، ما ماتتش. لا يا راجل، بنت ايه بس اللي كان عايزها وفاكره ايه يوم ما اتولد؟ انت بتدور على اي مبرر عشان تكرهه بيه، لانك بتغير على امك من في عيد ميلادي العاشر كل الناس طفت الشمعة، طفوش ولا شمعة. طيب يبقى احنا نتقابل يوم الخميس الساعه 4، اوكي؟ انت بقيت احسن دلوقتي الحمد لله. يعني انت بذمتك راضي عن الاسلوب ده؟ انت كيرلس خالص يا معلم. فين الاهتمام بالمرضى بتوعك؟ انا مش فاهم. يا سلام يا اخويا، ما انت كنت عمال بتتنحنح قوي مع البنات والنبي يا رؤيه انت اللي دكتور وانا هشرب كوبايه ميه كل يوم قبل ما انام عشان بس افتكرك، وبتنزل على ملا وشك وبتجري زي راقصين الباليه عشان تتنيل تحب، وبتروح سوبر ماركتات وتتسوق عشان تتنيل تعجب. انت سمب يا دكتور مهيب، سمب، وما عندكش اي احترافيه في مهنتك اللي هي المفروض انها مقدسه بحكم انك بتساعد المرضى ان هم يفهموا نفسهم. ماشي، انت كمان ليك حق تحاول تفهم نفسك، ده مش عيب. انت مش منزه من المرض النفسي لمجرد انك طبيب نفسي. يعني كل المرضى دول لاقوا نفسهم وفهموا نفسهم لما قابلوا بعض وفهموا بعض وحبوا بعض وخفوا من عياهم. بس منصبك انت كطبيب يخليك تفهم نفسك من مشاكل الناس لما ترجع لابحاث انت قريتها او اتعلمت فيها او العلم اللي انت اتخرجت منه عشان تنشف اكتر في الشغلانه. بس ده مش معناه انك تدخل في حياتهم بالشكل ده وتكون طرف في حياتهم الموازيه عن حياتك انت كطبيب نفسي، وما تكونش مهنتك اللي انت مطالب منها تتجرد من مشاعرك وانت بتعالج المرضى بتوعك وتقدم لهم حلول حقيقيه من غير ما انت اللي تبقى اي كان فيكس هير. يا شيخ كان القرد فيكسد هيمسيلف. بس بصراحه يا جماعه البيت اللي مليان مجانين ده يستاهل حد يبقى حشري فيه عشان مشاكلهم تتحل، خصوصا ان مشكله كل واحده عكس التانيه تماما. بس برضه ده ما يمنعش ان شخصيه مهيب جميله رغم اننا قطعنا في فروته وقلنا مساوئه، بس هي فعلا جميله عشان بشكل او باخر انت توحدت مع الشخصيه دي من المشاكل اللي هي كانت بتسعى ان هي تحلها، او توحدت مع مشكله الشخصيه الحقيقيه اصلا، وهو انك ممكن تكون مش لاقي الحب، مش عارف تحب، مش قادر تحب، او يعني بتحب على روحك. يعني انا كان ليا واحد صاحب اعرفه في اعدادي كان بيعمل سيلكت تقول له كل البنات ويقول لهم بحبك، يعني يقول لي دي بحبك النهارده ويقول لي صاحبتها بحبك بكره لما الاولانيه ترفضه، وصاحبتها الثانيه اللي هي انتيم اصلا يقول لها بحبك، واللي هو كانه عمل كنترول زد اللي بحبك الاولانيه للبنت الاولانيه، وعادي زي مهيب كده بالظبط. مفضوح انا قوي يعني، صح؟ معروفه يعني اي حد بيقول ان واحد صاحبي كان بيعمل كذا معروفه هو اللي كان بيعمل الكذا ده. بس احنا كنا في اعدادي يا معلم، المش مقبول هنا ان احاسيس اعدادي دي نشوفها في طبيب نفسي. يعني لو انت متلخبط وحياتك بايظه لدرجه انك ماشي تحب على روحك، الشخصيات دي هتثق ازاي في الروشته اللي انت هتديها لهم كطبيب؟ بس عموما زي ما قلنا شخصيه مهيب جميله عشان بنحس فيها بالغلط اللي كان بيعمله طول الفيلم، وانه لا يا جماعه هو الفيلم جايب شخصيه حقيقيه جدا طبعا وموجوده في مجتمعنا، واي حد راح عند اي ثيرابيست يشهد، وشخصيه داعمه وصديقه عزيزه بجد لكل اللي حواليه. يعني هي بالظبط زي ما قلنا شخصيه تامر حبيب، البيست فريند لزوجتك المستقبليه لو ناوي تخش الوسط الفني. انا بحبك والله يا استاذ تامر، انت راجل دمك خفيف وعسل بجد. بحب حب المعجبين يعني يا جماعه، اللي هو زي ما الناس كده كانت بتحب تاخد اوتوجرافات من الاستاذ الفنان المرعب كريم الشرقاوي. فشخصيه مهيب فعلا هي فيها حاجه حلوه، وده مش افيه، حاجه من الصوت الداخلي اللي فيها كده، لا بتلمس وبتلينك معاك. لما بيحل اي مشكله عند اي مريض بتلاقي كلامه فعلا منطقي، حتى وانت بائس يائس وحداني بتلاقي اجمد واخف دم شخصيه في الفيلم، واللي بتروي الاحداث دي هي بتشاركك في همك اصلا، بالذات لما بيسال وانت هتتحب امتى يا مني. شيء كده بيفكرك بايام ثانوي لما كنت بتروح سينما السرايا مول او سينما روكسي، والجروب بتاعك كده كل واحد قاعد هو وصاحبته، وانت قاعد زي القرد جنب صاحبك السنج، او يعني كنسل صاحبك ده يعني عشان ما حدش يفهمنا غلط، كنت بتبقى قاعد لوحدك زي القرد يا سيدي، وكنت شايف كل الحبيبه حواليك. فعلا في وقت من الاوقات في حد فينا كده سال السؤال ده لنفسه، هو انت هتتحب امتى يا منيل؟ انا حاسس ان قلبتها دراما ورومانسيه قوي في الحلقه دي. فبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي النهارده، واشوفك بقى في الجديد بعد ما تشوف القديم، وقول لنا بقى هو شخصيه مهيب دي كانت شخصيه توكسيك وسيئه ولا انا بافور انا مش واخد بالي؟ بس كده يا سيدي، سلام عليكم.